يا هلا مرحبا فيكم مشاهدينا ومتابعين قنوات الكاس الرياضيه. اكيد في حماس في استاد جابر احمد الدولي، لكن ايضا في مباراه مهمه جدا يمكن ما تفرق بشكل كبير على ترتيب المجموعه، لكن نفسيا وايضا لاثبات الوجود في هذه البطوله راح تشكل الفارق. منتخب البحرين امام المنتخب اليمني، المنتخب البحريني للظهور بالعلامه الكامله والتاهل الى الدور القادم اكيد كمتصدر المجموعه، مهما كانت النتيجه راح يكون هو متصدر المجموعه. المنتخب اليمني لم يوفق في اخر مباراتين وتلقى الخساره، لكن قدم مستوى رائع وفي هذه المباراه يحاول يحقق اول انتصار له في هذه البطوله. معنا كابتن عبد العزيز حسن. مثل ما ذكرنا مباراه مهمه جدا ما بتفرق وايد في المجموعه، لكن للاعبين لثقه اللاعبين تشكل فارق كبير للمنتخب البحريني وايضا المنتخب اليمني. وطبعا بلا شك هي مباراه تحصيل حاصل بالنسبه للفريقين، لكن هي بشكل ما ذكرت ان هي مباراه معنويه. مباراة بالنسبة للبحرين هي تحضير لمباراة قبل النهائي، وهي مهمة كذلك للبدلاء. ممكن يشارك اليوم بالصف الثاني ويحضر الصف الثاني، وفي نفس الوقت يكسر الرقم اللي كان في البصرة 25 انتصارين متتاليين، يبي يحقق العلامة الكاملة وهي مهم بالنسبة. يعني في ناس تقول ممكن الفريق البحرين لو انهزم يدخل المباراة قبل النهائي وهو مهزوم، نوعا ما يعني مش حلوة حق الفريق او كفريق نقول يعني مريح او متراخي وانهزم وجاي على قبل النهائي، فيفضل انه يكون في فورمه. حتى لو دخل بدلاء اتوقع انه راح يكون انعكاسهم جيد في انه يعطون المدرب مستوى على اساس انه محتاج في المباراه المقبله. اليمن يبي يسجل حضور، يعني من 2003 خليجي كان بالكويت اول حضور له، خليجي 16 اليوم يعتبر هذا اذا حقق الفوز اول فوز بالنسبه له. هو طبعا دافع معنوي وهو قدم مرتوز صراحه في هذه البطوله، لكن طبعا الامكانيات القليله ما تسمح له، لكن على المجهود صراحه قدم مجهود جبار. توني بقول لك ان على اللي شفناه في ارضيه الملعب، نعم. بالذات في مباراه السعوديه، احرج السعوديه بالذات امام مباراه السعوديه. نعم. يعني انت تتقدم على المنتخب نعم. السعودي بالصف الاول 2-0. نعم. لكن في النهايه اوكي تلقى الخساره، بس طلع من المباراه هو رافع راسه. اكيد اشدنا بهذا الشيء، اشدنا بهذا الشيء. اكيد انا متاكد انه في هذه المباراه نعم راح يقاتل وراح يقدم مليون بالمية بعد. نعم اكيد هو يبي يخرج باكتسابات. يعني هو مباراه العراق خرج 1-0 كان عنده الافضل. مباراه السعوديه قدم خسر الشوط الاول 2-0 وقاتل وقدر انه هو يحرج المنتخب السعودي. طبعا هي الخبرات والبطولات هي اللي تعطيك نقول الادفانتج او الفرصه انك تفوز بالمباراه. هذا الشيء اللي لم يتحقق بالسبق الياباني، لكن كاداء وكمجهود وكاعطاء للمستقبل هذه المباراه مهمه بالنسبه له، بغض النظر كان تحصيل حاصل. لكن المنتخب لليمن اكثر، منتخب البحرين المنتخب يطلع الى قبل النهائي اكثر وتحضير بالنسبه للبدلاء. يعطيك العافيه كابتن عبد العزيز حسن. اكيد نتمنى التوفيق للمنتخب البحريني وايضا المنتخب اليمني. مثل ما ذكرنا هذه المباراه تسمى بتحصيل حاصل، لانها ما بتاثر على نتائج الفريق او ما بتاثر على ترتيب الفرق في المجموعه بالنسبه للبحرين واليمن، لكن بعد انتهاء الجوله راح تشكل فارق كبير لان المنتخب البحريني من انه يروح لدور نصف النهائي وهو فايز، او المنتخب اليمني يحقق اول انتصار له في بطوله خليجي. على العموم اكيد نتمنى التوفيق لهم ونرجع لكم في الاستديو.